تعالى اقول لك ايه هو الفيلم اللي الكل بيقول عنه انه قنبله كوميديا، لكن انا شايفه ان هو اكبر مقلب في 2025. قول والله العظيم. والله العظيم. مساء الخير، انا معاك وهحكي النهارده عن فيلم الساده الافاضل. بيبدا الفيلم بحدث رئيسي وهو وفاه الحاج جلال ابو الفضل. بيموت ليله العيد وسط اجواء من البهجه تملا القريه، وفي الوداع الاخير بيفارق الدنيا وهو وسط زوجته وابنه وبنته في غياب ابنه الثاني الطبيب اللي عايش في القاهره. عيله جلال ابو الفضل عيله تقيله، يعني اغنياء وميسورين الحال. فالحاج جلال ابو الفضل كون ثروته من الجزاره او مطعم الحواوشي اللي بيمتلك. كمان العيله سمعتها كويسه جدا، البلد كلها بتحبهم، ملهمش عداوه مع حد، وبيشيدوا طول الوقت بسيرتهم الطاهره. بس هل ده حقيقي؟ بعد وفاه الحاج جلال ابو الفضل واثناء تجهيز مراسم الحدث يفصح خيري اللي هو اخو الحاج جلال ابو الفضل عن سر عظيم لابنه طارق ودراعه اليمين. السر ده مفاده ان الحاج جلال كان اكتشف مقبره فرعونيه في ارضه، وان كل هذا الثراء الفاحش ناتج عن بيع اثار المقبره الفرعونيه دي، وانهم مش عايشين من بيع الحواوشي ولكن ببركه الاسره 18. والمقبره لسه فيها موميا ملكيه تسوى كتير جدا وهو عايز حقه فيه، لانه كان شريك الحاج جلال ومتفق معاه على البيع من قبل ما يموت. المفترض ان طارق ابن الحاج جلال بيتفاجئ بالسر العظيم ده، وبعد كده خيري بيتفاجئ ان المقبره متقشطه وما فيهاش ولا قطعه اثار واحده اصلا. الفيلم مكون من خطين رئيسيين، الخط الاول هو وفاه الحاج جلال ابو الفضل وسر المقبره والنزاع القائم عليها، اما الخط الدرامي الثاني بقى هو سرقه مكتب البريد الملاصق لبيت الحاج جلال ابو الفضل. والحدث ده مترتب على حدث الوفاه، ما ينفعش من غيره، لان جوهري وفاروق بيتفقوا على سرقه صندوق الندور بتاع الجامع. لا بيتفقوا على سرقه مكتب البريد عشان البيت لازق في المكتب، وقت الوفاة هو أنسب وقت يقدروا يطلعوا فيه على السطح ويروحوا ويجوا براحتهم، وبالتالي ينفذوا خطتهم بسهولة لأن البيت هيكون زحمة ومحدش هياخد باله منه. لكن طبعا كل ده ما ينفعش من غير مساعدة الضلع الثالث اللي هو أهم واحد فيهم، محمود العويل، يبقى ابن الحاج خيري. جلال أبو الفضل يبقى عمه، ووجوده في البيت طبيعي وسط العزم، وهم أصحابه فهيسهل دخولهم للبيت ويراقب الوضع وينبههم لو في حد حس بحاجة. لكن طبعا كل ده ما ينفعش من غير مساعدة الضلع الأهم صاحبهم البدراجي محمود العويل، ومن ثم بيقتسم معاهم السرقة. وبيوافق فعلا محمود العويل ويبتدوا تنفيذ الخطة. الحقيقة ان حبكة الفيلم مش جديدة او اول مرة حد يتناولها بالطرح، ولكن تم تقديمها في السينما قبل كده في افلام مهمة زي الليمبي اللي صدر سنة 2002 وفيلم الفرح اللي صدر سنة 2009، والفيلمين من تأليف سيناريست الراحل احمد عبد الله. الحبكة اللي بتدور حول ادعاء حدوث شيء من اجل الحصول على شيء او تحقيق هدف معين. حبكة الفيلمين الليمبي والفرح انه اصلا مفيش فرح، لكن احنا هنعمل فرح عشان نلم النقطه ونفك الزنقه. طبعا المستمعين الاعزاء بيسالوا طب وايه علاقه ده بقصه الساده الافاضل اللي حكيناها من شويه؟ هقول اننا في نص الفيلم بنتفاجئ بالتويستايه والزتونه. اعمل نفسك ميت، الحاج جلال ابو الفضل ما ماتش اصلا، ودي مجرد تمثيليه عشان يقدر يخفي الموميا من اخوه اللي طمعان فيها. طب هيخفيها ازاي؟ هيدفنوها مكان جلال ابو الفضل، وبكده مش خيري بس اللي مش هيعرف لها طريق، ده الدبان الازرق مش هيعرف لها طريق. وهنا بنتاكد ان الساده مش افاضل ولا حاجه، وان العيله تبدو محترمه، تبدو فقط، مع ان اسمها عيله ابو الفضل. ومش العيله بس، لكن مجتمع القريه كله اللي بتدور فيه احداث الفيلم، لان فيلم الساده الافاضل مش بيتكلم عن مجتمع القريه ذاته قد ما بيتكلم عن الانسان عموما، اخطائه، النفس البشريه الدنيئه. فاول مشهد في الفيلم الجيد الصنع والمليء بالتفاصيل، لما كان الحاج جلال بيحتضر الاحتضار المزعوم، بيظهر في الكادر ولمده كام ثانيه بس لوحه مرسومه في سقف الغرفه، مرسوم فيها افراد العيله بشكل يحاكي لوحه خلق ادم. لوحه خلق ادم هي لوحه رسمها الفنان الايطالي الشهير مايكل انجلو سنه 1511، واللي موجوده في سقف كنيسه سيستينا في الفاتيكان، وهي لوحه بترمز لمنح الاله الحياه لادم. اللوحه بتتكون من جزئين، الجزء اليمين بيمثل الخالق والملائكه بهالة بتشبه تفاصيلها العقل البشري، أما الجزء الشمال فبيمثل آدم أبو البشرية. في المنتصف لحظة التلامس اللي بتعبر عن لحظة نفخ الروح في آدم، وكتير من التفسيرات بتشير لما هو أعمق من منح الروح ولكن منح الوعي والمعرفة. دي اللوحة الأصلية ووصفها ومدلولاتها، وفي سقف الغرفة بنشوف محاكاة للوحة بشكل أعتقد إنه ساخن، ولكن المحاكاة دي برضو ليها وصفها ومدلولاتها. المحاكاة وفي الجزء اليمين مرسوم الأبناء حجازي وطارق وناهي، وفي الجزء الشمال مرسوم الحاج جلال ابو الفضل وسميره مراته وطفل في صورة ملاك صغير. وانا في وجهة نظري بشوف ان الغرض من المحاكاة دي هو التعبير عن لحظة المنح برضه، ولكن بشكل تاني. فاللوحة الاصلية بتعبر عن لحظة نفخ الروح في ادم، لكن لحظة التلامس في لوحة الفيلم بتشير لتوريث الخطيئة من ادم لابنائه كلهم. جلال ابو الفضل كرمز للاسرة هو وزوجته موجود مكان ادم،
ولحظة التلامس بينقل المصير المحتوم ده لأولاده. وأعتقد إن الملاك اللي بيظهر وراهم بصورة طفل هو الصورة المزيفة اللي الناس شايفاها بيهم لكنها مش حقيقة. محاكاة بتلخص قصة الفيلم اللي تبدو كوميدية لكنها قصة في غاية السوداوية حتى لو بتدور في قالب من العبث. جلال أبو الفضل تاجر الآثار اللي بيعمل نفسه ميت، الخطة اللي بيشاركوا فيها ابنه ومراته وحتى الحانوت اللي بيغسل، خطة شيطانية عشان يخفي الموميا اللي بتسوى ملايين من أخوه اللي برضه هيموت عليه، أخوه اللي بيبصموا على أملاكه وهو ميت عشان يعبر عن الجشع والطمع في أسوأ صور. جوهري وفاروق ومحمود اللي بيسرقوا مكتب البريد طريق كده بيقتلوا واحد، مش مهم عادي خالص، المهم نعدي بالفلوس. حتى جوهري كان بيسمي الجثة انها خير مش شر. وكتير بقى من الجمل العبثية دي طول الفيلم على لسان الشخصيات عشان نشوف نفوسهم شايلة ايه. فجوهري وهو رايح يشتري كمامات عشان يداري بيها وشه هو واصحابه اثناء السرقة بيقول حد الله بيننا وبين السرقة. ولما شاف خيري وهو بيبصم اخوه الميت على املاكه استغرب قوي وقال ده انا ما عملهاش. حرامي بيسخر من حرام. الانسان وهو بيتشعبط في اي فرصه عشان يزايد على غيره ويشوف نفسه احسن منه. ومش جوهري بس، ده جلال ابو الفضل كان منزعج جدا عشان اخوه بيبصمه وهو ميت، بيقول عليه عديم المله، بيسرقني، معقول الاخ واخوه وهو اصلا عامل نفسه ميت عشان يداري الموميا عن اخوه وما يشاركوش فيها. وبجملة العبث لما مراته اكتشفت انه متجوز عليها، واللي كان مشهد بالنسبه لي من اجمل مشاهد الفيلم ومليان كوميديا يعني، قال لها الشرع محلل ل4. عليك وعلى جهلك وعلى خلفوه. اشهر جمله على لسان الراجل المصري. فجلال ابو الفضل تاجر اثار وحشاش ونصاب وبيعمل علاقه مع دنيا الفتاه اللعوب عادي، ووسط كل ده ما افتكرش من شرع ربنا غير انه محلل له 4. منك لله يا جلال. وبتمشي دنيا اللي بتشتغل في الدعاره طول الفيلم على نفس مبدا جلال برضه. فلما بتروح لحارس مكتب البريد بتقول له عندك حاجه حلال نشربها. فاروق لما دخل الاوضه على جلال وهو المفروض انه ميت بيتصدم من حضره الموت وبيتشاهد وبيقول انتم السابقون ونحن اللاحقون، وهو حرفيا كان قاتل بني ادم من 3 دقايق وشايله على ظهره وبيمثل بجثته. وطارق برضه ما بيفوتش لانه كان شايف ان تجاره الاثار مش غلط ولا حرام، فاللي يلاقي حاجه في ارضه تبقى بتاعته معروفه يعني. حتى سمير قطلي تاجر الاثار والمخدرات ووحش الهجره غير الشرعيه يستشهد على بيع الموميا بيأدوا الأمانات إلى أهلها. للوهلة الأولى بنظن إن ممدوح الأخ الثالث لخيري وجلال آخره إن حشري وما بيبطلش أسئلة ومش سايب حد في حاله، تحديدا الستات وأي حاجة فيها تاء مربوطة، لحد ما بتجيله فرصة عشان ياخد الفلوس المسروقة وبيهرب بيها بمنتهى الأريحية. وهنا بيقول محمود العويل البدراجي واحدة من أصدق الجمل اللي اتقالت طول الفيلم: عمي معانا مش ضدنا. فعلا يعني هو لازم يكون معاكم، هو نفس الناس القذر، هيجيبوا منين يعني؟ الوحيد اللي ما كانش معاهم وضدهم فعلا هو حجازي اللي بيحاسب على أخطاء ما عملهاش. من أول ما بيوصل حجازي للبلد عشان خبر وفاة والده بتتصاعد صدماته في والده وفي العيلة الكريمة، من أول اكتشافه إن والده حشاش مرورا بتجارة الآثار لحد ما بيكتشف إن والده ما ماتش أصلا. بيقول حجازي لطارق في الماستر سين اللي بينهم اللي بيفضح كل اللي نفوسهم شايلاه جواهم: انتوا نصابين وحرامية في بعض وأنا ماليش دعوة بيكم. وبيقول لطارق إن هو اللي اختار المصير ده عشان يفصح طارق عن كل اللي مكتوم جواه ويقول إنه ما اختارش حاجة، لكن أبوه هو اللي فرض عليه كل شيء وحرمه من التعليم ووقفه معاه في الشغل عشان حجازي يتعلم كويس ويوصل لكل اللي هو فيه. وهنا بنكتشف العقدة اللي بين طارق وحجازي، الغيرة اللي بيحس بيها طارق ناحية أخوه نتيجة تفضيله عليه طول الوقت. طارق اللي كان نفسه إن أهله يحبوه زي ما بيحبوا حجازي. لما سمير قطلية قال له أبوك بيقول إنك سره، قال له بجد والنبي؟ زي العيل الصغير كان بيتمناها طول الوقت. حين بنلاقي مكتوب على يافطة محل الحواوشي ولده طارق والدكتور حجازي بلون تاني لوحدها، وامهم طول الوقت بتقول ان ابوه كان روحه فيه، ما كانش بيقول غير الدكتور راح الدكتور جه، وكان هيعمل له فرح باكتر من نص مليون جنيه، وقت ما كان حجازي مصدر فخر ليهم هما كانوا مصدر عار لانه كان بيستعر من عيلته طول الوقت وبيحس انه احسن منهم. جايز ما كانش بيشترك معاهم في جرايمهم لكنه بيشترك معاهم في الاصل، وكان ذنبه الوحيد هو غروره ونسيان اصله. وبعد ما كان حجازي بيقول لطارق انتوا حراميه ونصابين في بعض انا ماليش دعوه بيكم، بيكتشف انه لا مفر وان قدره مرتبط بيهم مهما عمل وما يقدرش يتنصل منهم ابدا. وبتظهر اللوحه تاني في الكادر وقت معضله الدفن عشان تأكد على الورث والمصير المحتوم. بجانب اللوحة وعلى مستوى الصورة بنلاحظ إن بيت العيلة في أغلب الكادرات كان مليان بورود ملونة بشكل مبالغ فيه. الورود هنا كانت بتخلق نوع من السخرية البصرية، فكانت رمز للجمال الذي يخفي الكثير من القبح. نهاية الفيلم والشخصيات بتتجلى في جملة قالها سمير قطل: محدش عارف بكرة مخبي إيه، لا ده النهاردة، عشان تعبر عن سخرية القدر منه.
ففي نفس اليوم وأثناء ما كان سمير إيطاليا بيتوضى وبيسبح بأسماء ربنا وبيقول يا منتقم، ينتقم منه المبروك مقابل حرقه للمطعم. سمير إيطاليا اللي المفروض تكون نهايته على إيد زعيم مافيا مثلا بيموت على إيد المبروك العبيط. خيري بيلسع بعد ضياع الموميا والعقد اللي بيتحرق. فاروق بيموت ملفوف في السجادة اللي كان بيحاول يخفيها بكل جهد. وجوهري بيتحرق بالولاعة اللي كان ماسك فيها وخايف عليها طول الفيلم. محمود بقى هو كفاية عليه جوازه من دنيا أصلا، يعني هيتعاقب أكتر من كده إيه. طارق بيتحكم عليه في قضايا تجارة الآثار بجانب النصب. وحجازي اللي كان جاي ساعتين يعزي في أبوه ويمشي بيتحبس برضه في نفس قضية النصب. أما سميرة زوجة جلال اللي تبدو نهايتها سعيدة لأنها خدت الفلوس وهربت، بعتقد إن عقابها كان مؤجل لان العيل اللي اتجوزته طبعا هينصب عليها وياخد منها كل الفلوس اللي خدتها. اما بقى الحاج جلال اللي طول الفيلم بيدعي انه ميت، بعد الحادثه بيدخل في غيبوبه، فبيبقى لا عايش ولا ميت. وبيطلع حفيده يجري ورا جنازته المزعوم. حفيده امتداد العيله بكل صفاتها، بكل اخطاء الانسان اللي عمرها ما هتنتهي ابدا. والموميا اللي الكل بيتقاتل عليها طول الفيلم بينتهي بيها الفيلم وهي خيال مآتة مفيش أي حد استفاد منه. فيلم السادة الأفاضل مميز ومتعوب على تفاصيله من كل الجوانب، قصة، تمثيل، وتصوير، بإخراج صادق وطبيعي من كريم الشناوي. فيلم فريد من نوعه، قدم كل خطايا بني آدم وخفايا النفس البشرية العميقة، من نفاق لتناقض لغيرة لنقص لطمع اللي بيوصل للقتل، بقالب من الكوميديا والفوضى المنظمة والسخرية، عشان يخلد اسمه في تاريخ السينما المصرية كفيلم كوميدي مش كوميدي. ودي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.